يوم 25 مارس سنة 1999 والساعة حوالي 9 الصبح وجوه سجن سيلفر ووتر في سيدني مجموعة من المساجين خرجوا لساحة السجن وكل حاجة كانت طبيعية. الحراس كانوا واقفين والمساجين بيمشوا ويتكلموا لحد ما صوت هليكوبتر بدأ يقرب، وده في الأول ما كانش شيء يخوف لأن سيدني وقتها كانت بتستعد للأولمبياد سنة 2000 وكان في رحلات سياحية بالهليكوبتر بتعدي فوق المنطقة على طول. بس الهليكوبتر دي ما عدتش وكملت، بدأت تلف ناحية السجن وبعدين واحدة واحدة بدأت تنزل والحراس بدأوا يبصوا لفوق والمساجين واقفين بيتفرجوا، والهليكوبتر نزلت أكتر لحد ما دخلت جوه السجن نفسه. وفي اللحظة دي كل المساجين تقريبا عملوا الحاجة المنطقية، بعدوا عنها إلا سجين واحد، راجل عنده 57 سنة، بدأ يجري بأقصى سرعته ناحية الهليكوبتر وبعد ما وصل لها طلع عليها. والشخص اللي كان جوه الهليكوبتر اداله سلاح كبير والحراس بدأوا يقربوا، فالراجل وجه عليهم السلاح وبدأ ضرب النار. رصاص الحراس ضرب جسم الهليكوبتر لكن الطيار عرف يرفعها برضه، وفي ثواني السجين اللي كان واقف من شوية جوه واحد من أكبر سجون أستراليا بقى في السماء. بس الغريب في القصة مش إن الراجل ده هرب بهليكوبتر، الغريب فعلا هو مين اللي جاب له الهليكوبتر، لأن الشخص اللي خطف الطيارة وهدد الطيار بالسلاح ودخل بيها جوه السجن ما كانش مجرم محترف وما كانش واحد من عصابة وما كانش حتى عنده أي سابقة مع الشرطة، ما كانش واحد أصلا، كانت واحدة ست وبتشتغل في مكتبة. وعشان نفهم إزاي موظفة مكتبة وصلت للمرحلة دي لازم الأول تعرف الراجل اللي كانت جاية تنقذه، لأن بالنسبة لجون كليك الهروب ده ما كانش بداية القصة، ده كان نتيجة حوالي 40 سنة من كل أشكال الجرائم اللي ممكن تيجي أو ما تجيش على بالك، ده غير القمار والسجون ومحاولات الهروب اللي زهقت من عدها. الراجل ده واللي كان بطل شطرنج على فكرة واحد من أغرب الشخصيات اللي ممكن تسمع عنها، تركيبة غريبة جدا ما تبقاش عارف تتعاطف معاه ولا تديله بالجزمة. فيلا نرجع 60 سنة لورا. أهلا بيكم في الراوي مع أحمد راوي. من ان انا قلت للنيابه علم انهم 20 سنه، من الواضح الملموس ورا كل روايه في راوي بيحكيها. جون كليك اتولد في استراليا سنة 1942 وزي أي مجرم الحياة بدأت معاه بشكل مش مستقر خالص. جون معرفش أبوه ولا أمه وتعرض للتبني وهو صغير وتربى مع زوجين اعتبرهم بعد كده أهله الحقيقيين. الأب كان ملاكم سابق وده خلى جون من وهو صغير يتعلم الملاكمة ويعرف يدافع عن نفسه، لكن جوه البيت الأب كان عنده مشكلة مع الشرب ولما كان بيشرب كان بيبقى عنيف. وجون حكى بعد كده عن ليالي كان بيستخبى فيها هو وأمه وأخوه بعيد عنه. أما أمه فكانت العكس تماما، جون كان متعلق بيها جدا وكان شايفها الشخص الوحيد اللي بيديله احساس بالامان لحد ما وصل لسن 17 سنه وساعتها امه انتحرت، مش معروف ازاي او ليه. بعد ما ماتت جون لما حاجته وساب البيت، وفي دماغ شاب عنده 17 سنه اتكون احساس انه بقى لوحده قدام العالم. خرج للشارع وبدا يحتك بناس اكبر منه وعايشين على السرقه والنصب. الموضوع في البدايه بدا معاه بسرقات صغيره من المحلات وبعدين دخل في عمليات احتيال مرتبطه بتذاكر اليانصيب، وبعدها بدا في تزوير دفاتر الحسابات البنكية، ودي كانت عبارة عن دفاتر صغيرة البنك بيسجل فيها رصيد العميل وعمليات السحب والإيداع قبل نظام السيستم والإنترنت. وبعدها دخل في سرقة محلات المجوهرات. يعني في وقت قصير جدا جون انتقل من مراهق سايب البيت لواحد الشرطة بدأت تعرف اسمه، وفي النهاية دخل السجن وهو لسه تقريبا طفل. جون دخل السجن وهو صغير لدرجة انه حكى بعد كده انه كذب في سنه وقال انه عنده 18 سنة عشان كان عنده صاحب جوه السجن وكان عاوز يبقى معاه ويحاول يحميه. يعني أول قرار كبير لجون بعد ما ساب البيت انه يكبر نفسه سنة عشان يدخل السجن بدل الاحداث، ودي بداية مش مبشرة خالص، ده واحد مقطع بطاقته. جوه السجن جون اكتشف بسرعة ان البيئة مختلفة تماما عن الشارع وان القوة بتفرق، والملاكمة اللي ابوه كان علمها له بدأت تفيده. وواحدة من اول الخناقات الغريبة اللي حكاها انه كان بيلعب شطرنج مع مسجون الماني والرهان بينهم كان على برطمان عسل وجون كان قرب يكسب، فالمسجون اتعصب جدا وخد لوحة الشطرنج وضربها بيها على دماغه، فجون رد له الضربة والاتنين بدأوا ضرب في بعض. وبعد ما الخناقة خلصت وكل واحد طلع اللي عنده سلموا على بعض ورجعوا قطع الشطرنج زي ما كانت في الاول وكملوا الماتش. ولما اتسأل ايه اللي خلاكم تتصالحوا بسرعة كده قال كنا مستخسرين ان برطمان العسل يروح لحد تاني غيرنا. فدي صورة بسيطة عن البيئة اللي جوه السجن. لكن بعيدا عن الموقف ده جون بدأ يقضي اهم سنين شبابه جوه السجن. عيد ميلاده ال 18 في السجن، ال 19 في السجن، ال 20 في السجن، ال 21 برضه في السجن. ووسط الفترة دي حصلت اول محاولة هروب. جون كان بيتنقل تحت الحراسة للمحل
المحكمة في مدينة باثورست، وفي لحظة شاف فرصة فطلع يجري والحراس جريوا وراه، وجون فضل يجري بين البيوت والمزارع لحد ما لقى مكان يستخبى فيه، عشة فراخ. دخل واستخبى وسط الفراخ، وكان فعلا ممكن يفلت منهم لولا ان صاحبة المكان شافته وبلغت الشرطة على طول. فالشرطة جت وطلعته من وسط الفراخ ورجعته تاني على السجن. يعني اول محاولة هروب بالنسبة له كانت وسط الفراخ، فتخيل وصل لاخر محاولة ازاي. جون من اللحظة دي بدأ يتعامل مع السجن بشكل مختلف، لو في فرصة هروب هيهرب على طول. بس المشكلة انه لما خرج بعد كده ظهرت حاجة اخطر من الهروب، القمار. جون بدأ يقضي وقت كبير في سباقات الخيل، وكان بيحب المراهنات جدا. في الاول كانت رهانات عادية، لكن جون كان عنده مشكلة، ما كانش بيعرف يخسر. مش قصدي انه شاطر وبيكسب، بالعكس، قصدي انه لما كان بيخسر كان لازم يحاول يعوض. يخسر 20 يراهن ب40، يخسر ال40 يحط اكتر، والنتيجة الطبيعية ان فلوسه تخلص. وهنا اتخلقت دايرة هتفضل تتكرر في حياته لعشرات السنين. جون يآمر، جون يخسر، جون يحتاج فلوس، جون يسرق. وفي الاول حتى السرقة نفسها ما كانش لسه محترف فيها. مرة هو وصاحبه جابوا مسدس وقرروا يروحوا حديقة ويستنوا اول راجل سكران يعدي عليهم ويثبتوه. ظهر الراجل، فجون طلع السلاح وطلب منه المحفظة. الراجل اداله المحفظة، بس قال له لو خدتها انا مش هعرف ادفع الايجار. وجون وقف كده وقعد يفكر، وفي الاخر رجع له المحفظة. وده يوريك انه تركيبة غريبة، خصوصا لما تعرف عنه اكتر. 14 فبراير سنة 1966 كان يوم تاريخي في استراليا. الجنيه الاسترالي القديم اتلغى، والدولار الاسترالي الجديد دخل مكانه، والبلد عملت حملات اعلانية ضخمة وشرحت للناس بما فيه الكفاية، والبنوك كلها كانت متجهزة للعملة الجديدة. وفي نفس اليوم جون قرر يسرق بنك. دخل فرع البنك في غرب سيدني، وكان لابس ماسك بلياتشو ومعاه بندقية، وضرب طلقة تحذيرية وبدأ يطلب الفلوس. والموظفين فعلا بدأوا يدوله الفلوس. بس جون اتفاجئ بحاجة، الفلوس شكلها غريب. هو داخل يسرق الجنيهات اللي يعرفها، لقاهم بيدوله دولارات جديدة. يعني الراجل اختار حرفيا اليوم اللي البلد كلها غيرت فيه العملة عشان يبدأ مسيرته في سرقة البنوك. وبالعافية لما موظفين البنك أقنعوه إن الفلوس دي حقيقية. وبكده جون بقى أول واحد يسرق الدولار الاسترالي الجديد. ومن هنا بدأت العمليات تزيد لحد ما الشرطة قبضت عليه ودخل سجن هيفرق جدا في شخصيته. سجن بنتريدج وقتها كان واحد من أشهر وأقصى سجون أستراليا، وجون قضى فيه أكتر من 6 سنين، وجزء كبير من المدة دي كان في جناح اسمه اتش ديفيجن. الجناح ده كان للمساجين اللي الإدارة شايفاهم خطر أو عندهم مشاكل مستمرة ومعروفين بالعنف. جون نفسه حكى بعد كده عن الضرب والمعاملة القاسية اللي كانت بتحصل هناك. دخل الجناح وهو شاب، وخرج منه واحد قضى تقريبا كل شبابه وسط مساجين محترفين، وده بدل ما يبعدوا عن الجريمة خلاه يتعلمها أكتر. وفي نفس السجن جون كان موجود وقت حدث هز استراليا كلها. مسجون اسمه رونالد رايان هرب من السجن، ووقت ما كان بيهرب موت حارس واتحكم عليه بالإعدام. وفي فبراير سنة 67 عدموه. وعلى فكرة ده بقى آخر شخص يتم إعدامه قانونيا في استراليا كلها حتى الآن. جون كان جوه السجن وقتها وشاف الحراسة بقت عاملة ازاي، والدنيا بقت صعبة عليه جدا جوه السجن، وده لوحده خلى أي حد يقول أنا لما أخرج من هنا مش راجع تاني. وجون فعلا انتهت مدته وخرج، والغريب إنه الفترة كان كلامه ممكن يتحقق فعلا. بعد ما خرج من بنتريدج جون كان داخل على الثلاثينات، وفي سنة 73 دخل بطولة شطرنج، وهناك قابل ست اسمها جلوريا. جلوريا كانت شغالة سكرتيرة، وحياتها كانت عادية جدا. ما تعرفش إن الراجل اللي بتلعب قدامه شطرنج قضى جزء محترم من شبابه في السجون وسرقة البنوك. البطولة استمرت أسابيع وقربت نهايتها، وجون قال لها لو أنا كسبت البطولة تخرجي معايا، وفعلا كسب وبدأت بينهم علاقة. بعد فترة جلوريا بدأت تحس إن في حاجة في ماضي جون مش بيحكيها، فسألته أنت كنت بتعمل إيه قبل ما أعرفك؟ فجون اختصر لها سيرته الذاتية كلها في جملة واحدة، قال لها أنا كنت بسرق بنوك بس أنا اتغيرت عشانك. وجلوريا طبعا اتصدمت في الأول، لكن العلاقة كملت على أساس إنه اتغير وكده يعني، واتجوزوا واشتروا محل صغير وبدأوا يشتغلوا مع بعض. وبعدين جلوريا حملت، وجون لأول مرة تقريبا عاش حياة طبيعية، مش شهر ولا شهرين، سنين. مفيش بنوك، مفيش مطاردات ولا هروب، زوجة وشغل وطفل جاي. كان عنده فرصة يقفل الباب على كل اللي فات، بس كان في باب واحد لسه موارد، باب القمار. في يوم القمار وحشه، فقرر انه يدخل يراهن لكن بسقف معين مش هيزيد عنه، والسقف ده كان 200 دولار. لو خسرهم هيقف خلاص ويمشي. وطبعا خسر ال 200 دولار، فبدل ما يقف ضاعف الحد، لدرجة ان متعهد الرهانات نفسه قال له انت عارف انت بتعمل ايه؟ جون قال له اه مالكش دعوة. وطبعا واحدة واحدة خسر كل اللي معاه وزيادة كمان، عشان في اخر اليوم رجع البيت وجلوريا حامل في الشهر الثامن، وقال لها انا راهنت على المحل وخسرت. ما خسرش مكسب اليوم ولا المرتب، خسر المشروع اللي كانوا عايشين منه. وبعدها بفترة قصيرة ابنهم اتولد، ودلوقتي جون عنده زوجة وطفل، ومصدر الدخل الوحيد اللي كان عندهم ضيعه في القمار. وهنا بدل ما يبدأ من جديد رجع للحل القديم، البنوك. بدأ يخطط للسرقة من غير ما يقول لجلوريا، ورجع تاني للسطو المسلح. ومع رجوعه للجريمة الجواز بدأ ينهار، وعلى نهاية السبعينات جون وجلوريا كانوا انفصلوا.
انفصلوا، وجون رجع تاني للدايرة اللي كان أخيرا خرج منها: قمار، سرقة، سجن، خروج. بس الفرق المرة دي إن جون بقى أكبر وأخطر بكتير من الأول، بقى داخل وخارج من النظام الجنائي بشكل شبه مستمر، والأخطر إنه بدأ يبقى عنده خبرة حقيقية في الهروب لحد ما وصلنا لأوائل الثمانينات. وهنا عمل هروب كان كفاية لوحده إنه يخلي اسمه معروف، لكن بالنسبة لجون طلع مجرد بروفا. جون كان مسجون في كوينزلاند في سجن اسمه بوجو رود، وفي فترة من سجنه كان محتاج يروح المستشفى عشان عنده مشكلة في عينه. خرج من السجن وطبعا كان معاه حراس مسلحين، فدلوقتي انت مسجون وخارج تحت حراسة، يعني الفرصة موجودة بس محتاج سلاح. وهنا دخلت ست كانت مرتبطة بجون وقتها وقدرت تهرب له مسدس لعبة. جون اخد مسدس اللعبة وهدد بيه الحراس كأنه حقيقي، والخدعة نجحت وجون عرف يسيطر على الموقف ويهرب من المستشفى. ودي كانت لحظة مهمة جدا، لأن جون اتعلم حاجتين: أول حاجة إن نقطة ضعف السجن مش جوه السجن، نقطة الضعف هي اللحظة اللي يضطروا يطلعوك فيها بره. وتاني حاجة إن وجود شخص مستعد يساعدك من بره ممكن يقلب الموازين كلها. ومرت السنين وجون كبر، لكن مشكلة الهروب القديمة في كوينزلاند فضلت متعلقة باسمه. وفي التسعينات وهو أصلا عايش حياة غير مستقرة ومطلوب في قضايا قديمة، قابل الست اللي هتعمل معاه أكبر عملية في حياته. اسمها لوسي دوتكو، روسية الأصل ومتعلمة وبتحب الفن والخيل وشغالة في مجال المكتبات. يعني لحد اللحظة دي احنا قدام واحدة حياتها ما فيهاش أي حاجة شبه حياة جون خالص. هو قضى سنين بين السجون وسرقات البنوك والهروب، وهي حياتها كانت بتتلخص بين المكتبة والفن. الاتنين اتقابلوا في حفلة في أواخر التسعينات وحصل بينهم انجذاب سريع وبدأت العلاقة. لوسي عاشت مع جون وكان واضح إنها دخلت العلاقة بعمق جدا. أما جون فحتى هو في علاقة جديدة الماضي ما كانش سايبه في حاله. سنة 1998 وصلته أخبار إن سلطات كوينزلاند لسه بتطارده في مشاكل قديمة مرتبطة بالسجن والإفراج المشروط، وجون خاف يرجع للسجن فبدأ يتحرك مع لوسي. لكن حياة واحد هربان من السجن محتاجة فلوس، ولما جون بيحتاج فلوس احنا بقينا عارفين بيعمل ايه. في اكتوبر سنة 1998 جون دخل بنك متنكر ومسلح وخرج بحوالي 32 ألف دولار. وبالنسبة لاتنين محتاجين يختفوا، 32 ألف دولار مبلغ محترم جدا، يقدروا يأجروا أماكن ويتنقلوا ويبعدوا خالص. بس المشكلة إن جون كان عنده شخص ثالث معاه في العلاقة. جزء كبير جدا من الفلوس بدأ يروح في القمار، وبسرعة جدا محتاج فلوس تاني. فبعد حوالي 3 شهور اختار بنك تاني، والعملية دي هي اللي هتوصله للهليكوبتر في الآخر. في يناير 99 جون صحي واتجهز، لبس باروكة سودا وكاب وغطى على وشه ودخل البنك وهدد الموظفين بمسدس وبدأ ياخد منهم الفلوس. لحد هنا جون عمل النوع ده من العمليات قبل كده كتير. الموظفين حطوا له الفلوس في الشنطة، لكن وسط الفلوس دي حطوا عبوة صبغة أمنية او داي باك، ودي عبوه صغيره معموله مخصوص للحالات دي. حرامي يخرج بالفلوس وبعد شويه العبوه دي تشتغل، دخان قوي جدا وصبغه تطلع مره واحده وتلون الفلوس واي حاجه حواليها. جون خرج من البنك وبدا يهرب، وفجاه الشنطه انفجرت باللون الاحمر. يعني راجل خارج من بنك بعد عملية سطو ومتنكر ومعاه شنطة بيطلع منها دخان أحمر، كأنه بيقول للناس كلها أنا اللي سرقت البنك. ومن حظه الوحش كان في ضابط خارج الخدمة كان موجود قدام البنك، شاف جون وطبعا بسبب السحابة الحمراء اللي عليه دي جري وراه على طول. جون حاول يهرب بين الشوارع والضابط وراه لحد ما وصل لطريق مسدود والمواجهة بقت مباشرة. رفع السلاح على الضابط والضابط رفع عليه السلاح، فقام جون رمى عليه حجارة، فالضابط ضرب طلقة تحذيرية، قام جون هو كمان ضرب طلقة تحذيرية وبعدين طلع يجري. وفي الوقت ده كان البلاغ انتشر خلاص، عربيات الشرطة بدأت تدخل المنطقة من أكتر من اتجاه، وجون ساعتها كان عنده 56 سنة تقريبا، يعني صحته على قده. ففي النهاية جسمه بدأ يغزله والشرطة لحقته واتقبض عليه، وطبعا السلاح والهدوم كانوا كلهم متلونين بالصبغة. ولما الشرطة مسكته قال لهم ان انا عمري ما ههرب من السجن تاني، انا عندي مشكلة في القلب وصحتي بقت على قدي. بس لولا ان الراجل ده بعد حوالي شهرين هيجري ناحية هليكوبتر تحت ضرب النار كنت صدقته. جون دخل السجن، والمرة دي الوضع بقى أسوأ من المعتاد. عنده 57 سنة وحطوه في سجن سيلفر ووتر وهو مستني المحاكمة، ورفضوا خروجه بكفالة، وقدامه اتهامات سطو مسلح وضرب نار، ده غير تاريخه الجنائي الطويل، وهو راجل يعتبر كبير في السن، فلو اتحكم عليه بوقت طويل ممكن يخرج وهو مكحكح، ده لو خرج اصلا. فجون بدأ يفكر مش في القضية طبعا، في الهروب. اما لوسي فكانت مش مستحملة غيابه خالص، والغريب ان بعد ما جون دخل السجن لوسي راحت تعيش عند واحدة، جلوريا مرات جون القديمة. يعني جون جوه السجن وحبيبته عايشة مع طليقته، والاتنين علاقتهم زي الفل. الموضوع ده لوحده محتاج قعدة. لوسي كانت بتزور جون باستمرار حوالي 3 مرات في الاسبوع، والكلام بينهم واحدة واحدة بدأ يتحول من هنعمل ايه في القضية لهنطلعك ازاي. جون درس المكان كويس قوي. سيلفر ووتر سجن كبير جدا واسواره عالية وفي حراسة شديدة جدا، مش عملية تقدر تفتح فيها شباك وتطلع تجري. ومع كل الطرق اللي جون جربها قبل كده كان محتاج حاجة مختلفة. وفي المنطقة حوالين السجن كان في عامل مهم جدا. سيدني كانت بتستعد الأولمبياد سنة 2000، والمنطقة الأولمبية كانت قريبة من السجن، ورحلات هليكوبتر
هليكوبتر سياحية بتلف باستمرار عشان تشوف المنشآت الجديدة من فوق، وده معناه ان الحراس متعودين على طيارات كل شوية تعدي من فوق السجن. وفي يوم جون قال للوسي الفكرة: عشان اهرب من هنا محتاج هليكوبتر يا حبيبتي، لكن مش محتاجك تأجريها بس، محتاجك تخطفيها. وهنا الطبيعي ان لوسي تقول له: هو انت يا حبيبي كبرت وخرفت؟ لكن لوسي ما قالتش كده، قالت له: هنعمل كده ازاي؟ الحكاية خرجت من مرحلة كلام مساجين ودخلت في مرحلة خطة حقيقية. جون كان محظوظ في حاجة، دخل نفس الوحدة اللي فيها مسجون عنده معرفة بالطيران والهليكوبتر، فبدأ يسأله: الطيارة لو اتخطفت ممكن يعمل ايه؟ ازاي يبعت إشارة طوارئ؟ ايه الأجهزة اللي لازم تتقفل؟ ايه اللي الهليكوبتر تقدر تعمله بالظبط؟ وكان بينقل المعلومات دي للوسي في كل زيارة، وشوية شوية وزيارة ورا زيارة الفكرة بدأ يبقى ليها شكل. لكن قبل ما يخاطروا محتاجين يعرفوا أصلا هل الهليكوبتر تقدر توصل لساحة جون. وهنا لوسي عملت حاجة تثبت إن الست دخلت الخطة بجد. لوسي راحت شركة هليكوبتر وحجزت رحلة سياحية على أساس إن المسار هيعدي على المنطقة الأوروبية، فركبت الطيارة والطيارة طارت. ولوسي ما كانتش مهتمة قوي بالمناظر، هي كانت بتبص على السجن، مكانه فين، الساحة فين بالظبط، والمسافة قد إيه، الطيارة تقدر تقرب قد إيه من غير ما لفت نظر الحراس. ولما الرحلة خلصت ولوسي رجعت عرفت إن الخطة ممكن تحصل. ومن هنا ما بقاش عندنا واحد بيحلم من جوه الزنزانة إن هو يخرج، بقى عندنا هدف ومكان وميعاد محتمل. ولوسي بدأت تستعد للخطة كويس قوي، لدرجة إنها أجرت فيلم اسمه الهروب أو بريك أوت، فيلم قديم فيه استخدام هليكوبتر في محاولة لإخراج شخص من السجن. يعني الست كتر خيرها طبقت بكل الطرق، ودلوقتي بقينا محتاجين أسلحة ومسار وميعاد، وأهم حاجة إن يكون في تزامن مثالي. الساعة أهم من السلاح. جون مش موجود بره في ساحة السجن طول اليوم، المساجين في مجموعته بيخرجوا في وقت محدد 9 الصبح ل 10 الصبح، وده معناه إن لوسي لو وصلت الساعة 10 و5 دقايق كل الخطة انتهت. ولو إدارة السجن غيرت الجدول اليوم ده الموضوع برضو انتهى. ولو ما عرفتش تخطف الهليكوبتر او الهليكوبتر اتأخرت برضو الموضوع انتهى. ولو الطيار ركب دماغه ومرضاش يقرب من السجن برضو انتهت. ولو لوسي نفسها واللي هي ملهاش في اي جريمة خافت برضو انتهت. والمشكلة ان جون جوه، يعني يوم العملية مفيش مكالمة مفتوحة ما بينهم، مفيش انا وصلت تحت انزليلي. كل واحد كان لازم يعمل دوره ويثق ان التاني هيبقى موجود في نفس اللحظة. واختاروا اليوم 25 مارس سنة 1999 وبدأت العملية الساعة 9 ل 10 الصبح. جون وصل لتليفون السجن، اتصل بلوسي. مكالمة كانت مدتها 26 ثانية بس، مش مكالمة حب ولا وداع. قال لها كل حاجة تمام، الأمن مستتب. قالت له كل حاجة شغالة. والساعة 9 الصبح بالظبط جون خرج مع باقي المجموعة لساحة السجن، وفي نفس الوقت لوسي كانت رايحة للمطار. والساعة 9 و5 بالظبط وصلت شركة الهليكوبتر ومعاها شوية أكياس، أصرت إنها تدخلها معاها الهليكوبتر. الرحلة المحجوزة كانت سياحية، والطيار كان اسمه تيم جويس، والهليكوبتر كانت صغيرة جدا من طراز بيل 47. وتيم بالنسبة له كانت رحلة عادية جدا بيعملها كل يوم، واحدة راكبة تشوف الاستاد الأولمبي، المدينة، المينا، وترجع تاني على طول. لوسي ركبت الطيارة والأكياس معاها والهليكوبتر طلعت. ولما قربوا من المنطقة الأولمبية لوسي بدأت تبص ناحية السجن وسألت تيم: هو ده السجن؟ قال لها اه. قالت له ممكن نقرب منه شوية؟ فتيم قرب شوية صغيرين. قالت له لا، قرب أكتر. فرفض طبعا. ومن اللحظة دي الرحلة السياحية انتهت. لوسي فتحت شنطتها وطلعت مسدس وحطته ناحية راس تيم وقالت له إن الطيارة مخطوفة وانزل ناحية السجن حالا. وتيم استوعب فورا إن عنده مشكلة وحاول بهدوء ومن غير ما تاخد بالها إنه يستخدم نظام الطوارئ عشان يبلغ. بس لوسي كانت عارفة إنه ممكن يعمل كده، فخدت بالها من إيده ومنعته وقطعت أجهزة الاتصال خالص. وبعدين فتحت الأكياس وطلعت سلاح تقيل وبدأت تجمعه قدام الطيار. قالت له إحنا هننزل السجن ناخد شخص. وجون واقف في الساحة وبيبص في السماء والوقت عمال يعدي، وفجأة يسمع صوت، يبص فوق يلاقي الهليكوبتر داخله ناحيه السجن. لوسي جت والحراس شايفين الطياره والمساجين بيتفرجوا، وتيم بدا ينزل واحده واحده لحد ما الهليكوبتر قربت من الارض والمساجين بداوا يبعدوا، وجون الوحيد اللي كان بيجري ناحيه الهليكوبتر وطلع على الجزء الجانبي من الهليكوبتر. ولوسي ناولته السلاح التقيل، فالحراس بداوا يقربوا بسرعه وجون وجه السلاح ناحيتهم على طول، ففتحوا النار عليه وفي طلقتين جم في جسم الهليكوبتر. وتيم ساعتها كان لازم يعمل اصعب حاجه، يطلع بطياره صغيره وبطيئه واتضربت كمان بالرصاص من جوه سجن وفي 2 مسلحين بيهددوه. الهليكوبتر بدأت تطلع واحدة واحدة، عدوا من فوق سور السجن وخرجوا، وجون كليك بقى حر بعد أول هروب في حياته اللي انتهى وسط فراخ. دلوقتي خارج من السجن عن طريق طيارة هليكوبتر. ولو دي كانت نهاية فيلم كان ممكن التتر ينزل هنا، لكن في الحقيقة بمجرد ما خرجوا من السجن بدأ الجزء الأصعب، لأن جون عرف إن عندهم مشكلة. الخطة كانت إن الهليكوبتر تنزل في مكان بعيد شوية فيلاقوا عربية متجهزة يركبوها ويختفوا على طول. ولما جون سأل لوسي عن العربية افتكرت حاجة، قالت له العربية موجودة بس أنا نسيت المفاتيح في البيت. يعني لوسي افتكرت كل ده، مسدس والسلاح التقيل والرحلة والخرايط والمواعيد بالدقيقة وأنظمة الطوارئ، وخطفت الطيارة كمان وهددت الطيار، لكن جت على مفتاح العربية وتنساه. بعد 10 دقايق من هروبهم تم نزل الهليكوبتر في ملعب قريب
قريب من الجامعة، وجون ولوسي نزلوا وربطوا تيم جوه الطيارة وسابوه، وخرجوا ناحية موقف قريب ولقوا راجل في عربيته اسمه بيتر. هددوه وركبوا العربية معاه واجبروه يسوق بيهم لحد منطقة في شمال سيدني، وبعد ما وصلوا نزلوه من عربيته واخدوا العربية. جون كان عارف ان الاخبار هتنتشر بسرعة جدا، فسابوا العربية وراحوا ناحية محطة القطر، ووصلوا ناحية جولبرج ونزلوا في موتيل. واول حاجة لازم شكل جون يتغير، لان في خلال ساعات صورته هتبقى على كل شاشة في البلد. فصبغ شعره وابتدوا يتحركوا، قطر، اتوبيس، مدينة جديدة، موتيل، وبعدين مكان تاني، وهكذا. مفيش اقامة طويلة، مفيش اصحاب، مفيش حد يعرف هم فين. والخطة نجحت. اول يوم عدى وتاني يوم عدى وبعدين اسبوع، والشرطة مش لاقياهم خالص. قصة الهروب انفجرت في الاعلام، واستراليا كلها بقت بتتكلم عنها، والقصة نفسها كانت مغرية جدا للصحافة. مجرم محترف، موظفة مكتبة روسية بتحبه، ده غير الهليكوبتر والسجن وضرب النار. ولوسي بدأت تتعرف اعلاميا بلقب ريد لوسي، وصور الاتنين انتشرت في كل حتة، والشرطة بدأت تستقبل بلاغات من كل مكان. ناس تقول شافتهم هنا وناس تقول شافتهم هناك، وكان كل ده اي كلام. وكل يوم يعدي المطاردة تكبر. وفي نفس الوقت الشرطة راحت للمكان اللي لوسي كانت قاعدة فيه عند جلوريا، فتشوا ولقوا حاجات مش محتاجة مجهود كبير عشان تتفهم. مواد عن الهروب من السجن، صور لطيارات هليكوبتر، خرائط للمنطقة. يعني من ناحية التحقيق لوسي ما سابتش للشرطة قضية معقدة قوي، لكن المشكلة ان معرفة مين عملها حاجة، ومعرفة هو فين دلوقتي حاجة تانية. الخطة مش انهم يفضلوا في استراليا. جون ولوسي عارفين ان هم مش هيقدروا يعيشوا بالشكل ده على طول، وهدفهم النهائي ان هم يخرجوا بره البلد خالص. وجون كان عنده اتصالات مع ناس يقدروا يجيبوا له جوازات سفر مزورة، لكن حصلت مشكلة. الشخص اللي كانوا معتمدين عليه في الجوازات دخل السجن، وكده كده الشرطة اصلا كانت بتراقب الاشخاص القريبين من جون. اي حد يكلمه كان خطر عليه، اي حد يطلب منه مساعدة ممكن تكون الشرطة عنده اصلا. بقى مطلوب منه يعمل حاجة صعبة جدا من غير اي معارف. عدى 4 أسابيع لحد دلوقتي، الفلوس اللي معاهم واحدة واحدة بدأت تخلص، وهم في اشد احتياج للفلوس دي والتنقل بفلوس، ده غير الاكل والشرب. وطبعا ما يقدرش يشتغل ولا يستقر في اي حتة. فجون كان عارف ان كل الاحتمالات ضده، فقال للوسي احنا محتاجين نغلب الشرطة كل يوم، انما الشرطة محتاجة تغلبنا يوم واحد بس، واكتر حاجة بتقربنا لليوم ده هي الفلوس. محتاجين فلوس. جون كان يعرف واحد من عالم الجريمة بتاعه كان مديون له بفلوس، ولو قدر يوصل له ممكن ياخد منه مبلغ يخليهم يكملوا فترة اطول. بس المشكلة ان الشخص ده موجود ناحية سيدني، يعني بعد تقريبا شهر نجحوا فيه انه يبعدوا عن المكان اللي الشرطة مركزة عليه، كانوا مضطرين ان هم يرجعوا له تاني. فخاطروا ورجعوا ناحية سيدني، اتفق مع الشخص انه يقابله، وعدى على الميعاد كتير والراجل ما جاش. ودي كانت لحظة خطيرة جدا، لان جون ولوسي رجعوا قلب منطقة البحث وتقريبا ما معهمش فلوس ومحتاجين مكان يقضوا فيه الليل. فاختاروا مكان بسيط، منتزه سياحي اسمه باس هيل، واجروا كابينة رقمها 14. والخطة انهم يناموا كام ساعة والساعة 6 الصبح يمشوا على طول، يطلعوا ناحية الريف وبعدين يبدأوا جولة جديدة. بس المرة دي ما كانوش عارفين ان في حد شافه. يوم 9 مايو سنة 99 وحوالي الساعة 2 الفجر، جون كان نايم ولوسي كانت نايمة جنبه، وفجأة صحيوا على أصوات الشرطة في الميكروفونات. المكان كله محاصر. جون كليك ولوسي ديتكو انتم محاصرين، خرجوا بهدوء. جون بص حواليه، ما كانش في أي مخرج، ومفيش هليكوبتر المرة دي، ومفيش عربية جاهزة، مفيش حتى عشة فراخ يستخبى فيها. خلصت خلاص. فهو ولوسي استسلموا. الشرطة دخلت الكابينة، لقوا مسدسين وباروكة وأوراق هوية تخص لوسي. والمطاردة اللي عملت عناوين حوالين العالم انتهت في كابينة صغيرة الساعة 2 الصبح. لكن في فصل أخير غريب جدا في قضية لوسي. لما القضية وصلت المحكمة، لوسي قالت إن مش أنا أصلا اللي خطفت الهليكوبتر. لوسي ما أنكرتش إنها كانت مرتبطة بجون، ولا إنه كان بيتكلم عن الهروب، ولا إنها نفذت شوية من طلباته، لكن قالت إن الشخص اللي كان في الهليكوبتر ست تانية، وإن جون كان جايب حد محترف ينفذ العملية. أنا هعملها إزاي يعني؟ وإن يوم الهروب كانت مستنية جون في مكان متفقين عليه في شمال سيدني، وبعد ما هرب راح لها وخدها معاه، وإنها لما شافت صورها في الأخبار واتهموها خافت ترجع البيت فهربت معاه. وطبعا النيابة كان عندها حاجات كتيرة جدا ضد القصة دي. لوسي ركبت رحلة تجريبية قبل الهروب، في سجل للحجز، وفي مكالمات بينها وبين جون، وفي مكالمة صباح يوم العملية، ده غير المواد اللي لقوها في المكان اللي كانت عايشة فيه. وفوق ده كله اتقبض عليهم مع بعض. فالقضية كانت خلصانة من قبل ما تبتدي أصلا، واتحكم عليها ب10 سنين سجن مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 7 سنين، وفعلا قضت في السجن حوالي 7 سنين. أما بالنسبة لجون فقدامه سنين طويلة جدا. الهروب اللي اداله شهر ونص حرية خلى وضعه أسوأ بكتير، وبقى يقضي حوالي 23 ساعة في اليوم جوه زنزانته. يعني الراجل اللي كان شايف ان السجن لا يحتمل خاطر بكل حاجة عشان 45 يوم ورجع لزنزانة أشد بكتير. وبرغم ان جون ولوسي في سجنين مختلفين، العلاقة ما انتهتش على طول. بدأوا يكتبوا لبعض رسالة ورا رسالة، ومع مرور السنين عدد الرسائل وصل لآلاف، أكتر من 4000 رسالة. ولوسي كمان كانت بتبعت له رسومات. لكن واحدة واحدة ومع الوقت لوسي بدأت تتغير، قربت شوية من الدين، وبدأت تبص للحياة اللي كانت عايشاها مع جون بشكل مختلف. وفي منتصف الألفينات بعتت له رسالة أخيرة، قالت له إنها عايزة تنهي العلاقة خلاص. الحكاية اللي دخلت
عملت التاريخ بهليكوبتر خلصت بجواب. وفي سنة 2006 لوسي خرجت من السجن وحاولت تبعد عن الشرطة والقصة كلها، أما جون فكان لسه جوه السجن. دخل برامج علاج وتأهيل. من الحاجات اللي اتكلم عنها بعدين إن هو طول حياته ما كانش بيعتبر نفسه شخص عنيف بالشكل التقليدي، كان منطقه إن هو بيدخل البنك ويطلع السلاح يخوف الناس وياخد الفلوس، لكن ما كانش في نيته إن هو يقتل حد خالص، فما كانش شايف نفسه شخص عنيف. بس في العلاج خلوه يبص للموضوع من ناحية تانية. الموظف اللي قدامه السلاح ما يعرفش نيتك، والراجل او الست اللي في البنك مش عارفين انت هتضرب نار عليهم فعلا ولا لا، فبالنسبة لهم كان ممكن يموتوا بعد ثانيتين. والخوف ده نفسه عبارة عن اذى. وجون بدأ يفهم لأول مرة حجم الضرر اللي كان بيسببه للناس، وبدأ يفهم ان كان في حاجة واحدة كانت بتسحب حياته كلها، وهي طبعا القمار اللي كان اساس كل مصيبة. المحل ضاع بسبب القمار، وكل السرقات اللي عملها كان عشان يعوض الخسارة، وكان الفلوس حتى اللي يسرقها يروح يحطها في القمار تاني، فيحتاج يسرق تاني. فالجريمة كانت بتغذي القمار، والقمار يرجعه للجريمة. حلقة مفرغة استمرت لعقود. والراجل اللي بيحب الشطرنج وبيفكر كام نقلة لقدام اكتشف ان في حياته الحقيقية ما كانش بيحسب ولا نقلة. وبعد 15 سنة وفي سنة 2014 جون اخيرا خرج من السجن. خرج وهو عنده 72 سنة، يعني من يوم الهليكوبتر عدى حوالي 15 سنة. قابل عيلته وابنه بقى راجل كبير، وجلوريا طليقته واللي شافت معاه كل الكوارث دي فضلت موجودة في حياته. وجون كان عنده شخص تاني كان محتاج ان هو يشوفه، تيم الطيار اللي خطفه طيارته، الراجل اللي بدأ يومه في رحلة سياحية عادية وانتهى مربوط جوه هليكوبتر في ملعب. جون قابله واعتذر له، مش عشان المحكمة ولا عشان الإفراج، قال له إن فهم إنه اللي عمله فيه ممكن يكون أثر عليه وعلى أسرته، وتم قبل الاعتذار. وبعدها بفترة جون اكتشف إن عنده مشكلة قديمة مستنياه من الثمانينات. فاكرين لما هرب من المستشفى بمسدس لعبة؟ الملف القديم في كوينزلاند ما كانش لسه انتهى. بعد ما جون خرج من السجن سلطات كوينزلاند طلبته عشان يكمل الحكم بتاعه. جون في الأول حاول يعترض قانونيا لكنه خسر في الآخر. ودلوقتي عندنا موقف غريب جدا. الراجل ده قضى حياته كلها لو شاف باب سجن قدامه يدور ازاي يجري في الناحية التانية، وبعدها نشوفه بيركب طيارة من نفسه من سيدني لحد كوينزلاند عشان يسلم نفسه. يعني الراجل اللي فضل حوالي نص قرن بيجري راح للسجن برجليه، وقضى المدة اللي كانت عليه وهي 6 شهور، وفي يناير سنة 2015 خرج من السجن. جون إجمالا قضى أكتر من 30 سنة من حياته جوه السجون، وبعد ما خرج بدأ يكتب عن حياته وعن القمار وعن السجون، وبدأ يتكلم مع طلاب ومجموعات عن الجريمة وازاي القرارات اللي هو خدها كلفته سنين من حياته. ولو بصيت على القصة كلها ممكن تقول ان اشهر لحظة في حياته هي هروبه بالهليكوبتر، بس انا شايف ان اغرب حاجة في حياة جون مش الطريقة اللي هرب بيها. انسب نهاية هي راجل عنده 72 سنة عاش عمره كله بدون مبالغة بين سجون وهروب، ومطلوب ان هو يكمل حكم عليه من 40 سنة فيروح ويسلم نفسه بنفسه. وبس كده، دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم الفيديوهات الجاية. سلام.